ازيكم يا حبايب قلبي؟ تعالوا بقى نعمل وصفة خدتها من صاحبتي السورية. انا دقت عندها الفلافل السوري، قلت لها اديني الوصفة، فانا خدت منها الوصفة وبوريها لكم دلوقتي. انا عندي هنا الحمص بتاع الطبيخ، ده نص كيلو، نقعته من بالليل للصبح مية باردة من الحنفية. تمام. عندي هنا بصلاية، شايفين البصلاية قد ايه صغيرة، وعندي هنا فصين توم، وعندي ربع حزمة كزبرة خضراء وربع حزمة بقدونس. دول مع بعض كده هقطعهم وهبتدي افرمهم في الكبه بتاعتي. تمام. بعد ما يتفرموا ناخد مرحله مرحله. هنفرم دلوقتي المجموعه دي كلها مع بعضها كده. بقى قلبت كله مع بعضه، الفرم والشين، وش الاول وبعد كده نعمله وش تاني عشان يمتزج كله مع بعضه. كده خلص خلاص الوش الاول، هنعمل بقى الوش التاني. كده بعد ما اتفرمت الطعمية حطيت مع كل حبة معلقة مية واحدة، معلقة مية كبيرة واحدة، عشان تطلع لكم بالعجينة الناعمة دي زي ما انتم شايفين. تمام. كل اللي هنعمله هنحط عليها معلقة كمون مطحون ومعلقة كزبرة مطحونة، والمفروض معلقة شطة، بس انا حطيت 3/4 معلقة بابريكا اللي هي الحلوة، وربع معلقة شطة، ومعلقة صغيرة ملح لحد ما نشوف ملحها هنبتدي نحطهم ونقلبهم مع بعض. كده خلاص ظبطت ملحها والبهارات بتاعتها وحاجتها. هحط منها طبعا ده كتير، شفتوا ما شاء الله الكميه ديت نص كيلو ب 26 جنيه، النص كيلو ب 26 جنيه، يعني الكيلو ب 52. شفتوا وفرتي قد ايه؟ يعني انت بتجيبي السندوتش الطعميه السوري بكام؟ على عددكم بقى، عدد الاسره هتصرفي اكتر من كده بكتير، لكن ده هتقعد عندك فتره كبيره. انا هعبيها دلوقتي في اكياس واخلي شويه واقليها قدام. عملتها بقى 4 اكياس زي ما انتم شايفين كده، وحطيتها ولحمتها بالشمعه زي ما اتفقنا قبل كده في الفيديوهات بتاعتي ان انا بلحم من فوق، وهحطهم في الفريزر. الكميه بقى اللي عندي دي اللي هقليها هعمل فيها هحط عليها ربع معلقه بيكربونات واقلب عليها. يعني معلقه البيكربونات اللي هتحطيها، ربع معلقه هتحطيها قبل ما تقلي على طول. لو عندك بقى القالب ده اعملي فيه، تمام، بالمعلقه بتاعته. ما عندكيش القالب ده كوريها في ايدك، باللي ايدك ميه وكوريها في ايدك، واعملي خرم كده، صب في الوسط ونزليها بزيت غزير. شايفين عامله ازاي في الزيت؟ عامله زي الدونت بالظبط. شايفين نفشت ازاي؟ بتبلي القالب يا اما ميه يا اما زيت، براحتك. انا بلا ميه. كده خلصناها. شايفين الزيت الغزير هو اللي بينفشها وبيطلعها كده؟ شايفين المنظر؟ سامعين الخرفشه؟ سامعين؟ نبتدي نكسرها كمان، هي سخنه. سامعين؟ شايفين جمالها؟ جربوها في البيت. دي الخرفشه بتاعتها. هتعجبكم جدا. يا رب الوصفه تعجبكم، بألف هنا وشفا.